السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بفيديو قد ايه جميل جدا من محبب لقلبي، وهو كيك. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة ب7 معالق بس من الدقيق. قد ايه جميلة جدا وسهلة وبسيطة ومش تاخد معاكي لا وقت ولا مجهود. يلا بينا ندخل على الفيديو عشان نعرف طريقتها ومقاديرها. بس قبل ما ندخل على الفيديو القمر ده، حابة اقول لكم ان الفيديو النهارده برعاية شارنوزام لعلاج آلام القولون وانتفاخات المعدة. فيلا بينا ندخل على الفيديو على طول. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة معايا كده في البولة حطيت بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، حطيت عليهم فانيليا، وكمان 7 معالق كبار من السكر. وبدأت كده ان انا اقلب كله على بعضه زي ما انتم شايفين كده، لحد ما بدأ ان هو السكر اللي معايا يبدأ يدوب، وكمان البيض اللي انا حطيته ده لونه يبقى فاتح معايا. خلاص كده، دي الخطوة الاولانية. بعد كده هجيب 7 معالق من الحليب، 7 معالق، وبرضو بالمعلقة الكبيرة بتاعة الأكل. وبرضو هجيب 7 معالق كبار من الزيت. يبقى احنا كده بنعمل كيكة ال7 معالق. أظن سهلة جدا في حفظها، ومقاديرها سهلة جدا وبسيطة وكمان اقتصادية. هتبدأي تحطي كده ال7 معالق من الزيت، ورشة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخل. وابدأي بقى اخلطي كله مع بعضه كده لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس جدا جدا، وتلاقي كل المكونات اللي انت حطيتيها امتزجت مع بعضها. بعد كده هنجيب المصفى ونحط فيها 7 معالق كبار من الدقيق عشان ننخلهم، لان بما ان الكيكه دي كيكه ال7 معالق فكل حاجه فيها هتبقى 7. تمام. كمان حطيت مع الدقيق معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر. ابدأي كده قلبي كويس جدا جدا كل المكونات دي مع بعضها لحد ما تمتزج مع بعضها كويس قوي قوي، والمكونات الجافة تمتزج مع المكونات السائلة، وكده يبقى الخليط بتاع الكيكة تمام. هنجيب بعد كده الصينية بتاعة الفرن اللي هي مقاس 25 في 35، دهنتها بدهنة من الزيت وحطيت فيها الخليط بتاع الكيكة، ودخلتها على فرن سخن على درجة حرارة 180. أول ما تطلع من الفرن على طول سبتها تهدى شوية، وبعد كده رحت جاية حطيت لها نص كوباية من الحليب، وعلى الرغم ان هي مش مستاهلة انها تتسقى زي ما انتم شايفين كانت عاملة معايا زي الاسفنج بالظبط. بقى بالنسبة للطبقة التانية عبارة عن 3 كوبايات من الحليب، عليهم 4 معالق كبار من السكر، والسكر هنا اختياري، وكمان معايا 4 معالق كبار من بودرة الكاسترد، ولو مش متوفرة فانت ممكن تحطي نشا. هنبدأ نخلط الأول على البارد كده كله مع بعضه لحد ما يمتزجوا مع بعض، وبعد كده هنرفعهم على النار علشان خاطر نقلبهم، ونفضل نقلب فيهم، ايدك ما تسيبش التقليب خالص لحد ما يبدأ يتقل معاكي ويبقى بالسمك كده. تمام. انا يعني قصدا ان هو يكون سميك كده شويه. بعد كده هنحط عليها اخر حاجه معلقه كبيره من الزبده، ولو مش متوفره عندك فممكن تحطي سمنه. بعد ما ساحت معايا معلقه الزبده هبدا انزل بالكريمه دي او بكريمه الكاسترد دي على طول كطبقه تانية كده فوق الكيك. هنسيبها بقى لحد ما تبرد تماما، وبعد كده ندخلها التلاجة عشان تسقع معايا. بالنسبة بقى للطبقة التالتة والأخيرة، قطعت فيها قطع من الموز بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وبدأت ان انا ارصهم اي رصة تعجبك. لو انت حابة تعملي ازيد من كده براحتك، اقل من كده براحتك. هما دول كانوا عندي يعني موزتين مش اكتر، بدأت ان انا اوزعهم بالطريقة دي. وطبعا ممكن تستغني عن خطوة الموز دي خالص لو مش متاحة عندك اصلا. بعد ما وزعت بقى الموز بالطريقة دي، هنحضر بقى الطبقة اللي هتحط فوق الموز. عبارة عن ايه؟ كوباية من المية، هحط عليها كيس من جيلي الفراولة، وكمان هحط معلقة كبيرة من النشا. وهنبدأ نخلط الأول برضو على البارد، وبعد كده هنرفعه بقى على النار علشان خاطر نبدأ ان احنا يتقل معايا شوية، تبقى دي اسمها الجليز بتاع الفراولة. هنبدأ بقى ان احنا كده نقلب لحد ما يتقل معايا شوية، وبعد كده وهو سخن برضو هروح جاية نازلة بيه على طبقة الكاسترد. بس طبعا طبقة الكاسترد عندي هنا كانت بردت تماما. هنبدأ بقى نوزع كده طبقة الجيلي ونحطها فوق الوش، وبعد ما نبدأ نوزعها هنبدأ ان احنا نسيبها برضو تهدى شوية بره، وندخلها التلاجة لمدة حوالي ساعتين. وبعد ما تسقع خالص هنبدأ ان احنا نقدمها مع بعض. قد ايه جميلة جدا جدا وحلوة، اكنها كده قطعة من الجاتوه
الكيكة اولا اسفنجية جدا، اللي يدوقها يقول عليها كيك اسفنجي مش كيك عادي ابدا. والطبقة بتاعت الكاسترد جميلة مع الجيلي، بيعملوا اتنين ميكس حلو قوي قوي. فياريت تجربوه وان شاء الله وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات للكيكة القمر اللي انتوا شايفينها دي. بجد جميلة جدا وتستاهل منكم التجربة. شايفين بقى الجمال؟